زهقتي من عمايل صدور الفراخ بالطريقة العادية؟ على طول بانيه مقلي بالبيض والبقسماط وطريقة بتاخد وقت طويل. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة، تتبيلة خطيرة هتخليه معاكي طري وطعمه حلو وهيعجبهم كلهم، مش هتبطلي تعمليه. عملنا صدور الفراخ المشوية مع شوية خضار سوتيه بالزبدة والثوم، طعمهم خطير. كيلو من صدور الفراخ المخلية متقطعة شرايح بانيه بالشكل ده، بس شرايح محملة شوية مش رفيعة عشان لما اسويها ما تنشفش معايا. غسلته كويس بالملح والليمون ونشفته وشطفته بقى معايا بالشكل ده. هعمله تتبيلة تطري الأنسجة بتاعته وتخلي طعمه حلو. كوباية من الزبادي، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقة عسل كبيرة، معلقتين زيت زيتون، لو مش متوفر عندك حط زيت نباتي عادي، عصير نص ليمونة، معلقة كبيرة من الخل، وهقلب كل المكونات كده مع بعض. هضيف مجموعة البهارات والتوابل اللي هتديني طعم حلو للفراخ المشوية. معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة من القرفة، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. اضيفهم على الزبادي واقلب. هضيف صدور الفراخ واغطيها بالتتبيلة عشان تتشرب منها كويس. بعد ما تبلت كده صدور الفراخ بالتتبيله كلها وغطيتها كلها بالتتبيله، هدخلها التلاجة لمده 3 ساعات لحد ما تتشرب من التتبيله علشان تستوي معايا كويس. حضرتك عايزه تسيبيها ليله كامله في التتبيله مفيش اي مشكله. هنشوي صدور الفراخ بتاعتنا. تجيبي طاسه او صينيه او جريل على عين البوتاجاز بالشكل ده وتسخنيها جامد في الاول بمعلقتين من الزيت. تنزلي بالفراخ على طول تاخد صدمه. في البداية كده نكون معليين النار لما نديها لون من الناحيتين، بعدين نهدي النار علشان تكمل تسويتها. اخدت الفراخ كده لون الشوي من الناحيتين واحتفظت بالعصارة بتاعتها من غير ما تنزل ميتها، هبدأ اهدي عليها النار واغطيها علشان تكمل تسويتها. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما سويت كل صدور الفراخ بالشكل ده هرصهم كده في الصينية كلهم. في شويه من التتبيله هنزل بيهم عليهم يعملوا لي صوص حلو. استوت معايا الفراخ بالشكل. هنشوح شويه خضار سوتيه جنب صدور الفراخ بتاعتنا المشويه. معلقه زبده كده على النار وعليهم فص ثوم. هقلب كده فص الثوم تطلع ريحته عليا. هنزل عليه بشويه من الخضار البطاطس والجزر هجيبهم. عملت ايه في الجزر والبطاطس دول؟ سويتهم نص تسويه في ربع كوبايه من الميه، خليت فيهم قرشه بسيطه كده محتفظين بقوامهم. شوحهم كده، رشه من الملح، رشه من الفلفل، رشه من الزعتر. عايزه اقول لكم ان ريحتهم خطيره وطعمهم بيبقى جميل جدا. التتبيله دي للخضار السوتيه حاجه كده تحفه. نقدمه جنب الفراخ، ممكن نقدم معاها مكرونه او رز زي ما تحبوا. كده جهزنا طبق الفراخ بتاعنا، صدور الفراخ المشويه مع الخضار السوتيه، حاجه كده تحفه وبألف هنا وشفا.